السلام عليكم أبطال تالتة ثانوي. النهاردة يا حبايبي في الفيديو ده هنعرف القصة بتاعتنا لدفعة 2026 اللي هي اسمها The Count of Monte Cristo. قصة The Count of Monte Cristo. مبدئيا يا شباب القصة دي قصة فرنسية، بس طبعا ترجمت للغة الإنجليزية، فعلشان كده هتلاقي مصطلحات داخلة فيها إنجليش شوية ومسميات وألقاب برضو بالإنجليش كتير طبعا، يعني لأن أصل القصة فرنسية. طيب كلمة ذا كاونت هنا مش معناها يعد، كاونت ده لقب زي نبيل، بني آدم نبيل، أمير، سيد مثلا. وكلمة مونte كريستو ده مش اسم غير إن هو أكتر من اسم جزيرة، ده اسم جزيرة موجودة في فرنسا. يبقى يا حبايبي ده اسم القصة بتاعتنا دفعة 2026 يا أبطال. القصة بتاعتنا اسمها ذا كاونت أوف مونte كريستو. كاونت ده لقب اجتماعي زي رجل نبيل كده، ومونte كريستو دي اسم جزيرة. طب هي ليه اتسمت بالاسم ده؟ لأن احنا نعرف بعد كده إن بطل القصة يا حبايبي هيبقى واحد من أغنى أغنياء الدولة، لأنه هيلاقي كنز مدفون في جزيرة مونte كريستو، وده السبب اللي القصة بتاعتنا هتتسمى ذا كاونت أوف مونte كريستو. تعالوا يا شباب نشوف القصة بتاعتنا، وأول شخصية موجودة عندنا واحد اسمه إدموند دانتيز. إدموند دانتيز ده البطل بتاع القصة بتاعتنا، شاب صغير عمره لا يتجاوز 19 سنة. والشخص ده الدنيا فجأة كده بتضحك له وبتفتح له دراعاتها، وفجأة هيلاقي نفسه ماسك منصب ما كانش يحلم بيه، وبيدي أوامر لناس أكبر منه في السن. فطبعا انتوا عارفين يا شباب إن كل بني آدم ناجح له أعداء، أما البني آدم اللي مش ناجح هيبقى له أعداء ليه؟ هو أصلا محدش يعرفه. فإدموند دانتيز ده البطل بتاع القصة بتاعتنا يا شباب، وكان على علاقة ببنوتة اسمها مرسيديز، اللي هي خطيبته، أو خلاص هما متفقين على الخطوبة. ويمكن في نهاية الفصل الأول هنشوف أحداث الخطوبة أو الوليمة أو العزومة بتاعة الخطوبة بتاعته. يبقى القصة بتاعتنا البطل بتاعنا اسمه إدموند دانتيز، شاب صغير لسه عنده 19 سنة، كان بيحلم طول عمره انه يبقى بحار. وفجأة يا شباب زي ما انا قلت الدنيا بتفتح له دراعاتها وبترحب بيه وبتقول له بقى تعالى انت كان نفسك فخد وخد وخد. وطبعا بمجرد ما هينجح قلنا يظهر له اعداء، ونشوف اعدائه هيتأمروا عليه وهيوصل بيهم الحال انهم يعملوا فيه ايه. يلا يا شباب كده بسم الله ونبدأ. بيقول لك إدموند دانتيز stood proudly، كان واقف على سطح السفينة يا شباب بفخر. ليه؟ دي الحاجة اللي بيحب يعملها. At the front of the ship فيرون، فيرون اللي هي الفرعون. يبقى السفينة بتاعتنا زي ما انت شايف في الصورة كده مكتوب عليها فيرون اللي هي الفرعون. As it entered the port of Marseille. ها، مارسيليا يا حبايبي دي اللي هي مدينة مارسيليا، بس احنا مش هنقولها مارسيليا، هنقولها مارسيا، هنقولها مارسيا، مارسيا. The wind pushed the sails. The wind pushed the sails يا شباب، الهواء كان بيزق وبيضرب في الأشرعة أو الشراع بتاع المركب. The sea sparkled in the sunlight. The sea sparkled، البحر كان بيتلألأ وبيلمع في ضوء الشمس أو في أشعة الشمس. The sailors hurried across the deck. deck معناها سطح السفينة. البحارة كانوا بيجروا في كل حتة عبر سطح السفينة. For Edmund، تعالى بالنسبة لإدموند دانتيز البطل بتاعنا، قال لك this wasn't just another journey. دي ليست، لم تكن بالنسبة له رحلة. بالنسبة لإدموند لم تكن هذه مجرد رحلة أخرى. أمال إيه يا شباب؟ قال لك it was the beginning of a new life. يبقى الرحلة دي كانت بداية لحياة جديدة. قال لك بقى تعالى نتعرف عليه. قال لك he was only 19 years old، كان شاب عنده 19 سنة، but already the first mate of one of the finest ships of his company. يعني ايه يا شباب؟ كان شاب عنده 19 سنة بس أصبح بالفعل مساعد للقبطان. مساعد للقبطان ده يا شباب ده مش درجة هينة على المركب، لا، the first mate of one of the finest ships، ده واحد من مساعدين القبطان، ومش أي سفينة، ده واحدة من أفضل السفن بالنسبة للشركة اللي هو شغال فيها. وطبعا دي حاجة يتحسد عليها، معنى كده أنه كان بني آدم ناجح رغم صغر سن. قال لك his heart was full of hope and dreams، قلبه كان مليء بالأمل والأحلام. For he carried good news for both his employer and his family، كان بيحمل يا شباب
عاد رجع تاني لبلده بيحمل بخبر سعيد لصاحب العمل، employer معناه صاحب العمل، وكمان عنده خبر حلو لمين يا شباب؟ لأسرته وعيلته اللي هي عبارة عن باباه وخطيبته. بابا كان راجل فقير جدا، ضحى بكل حاجة علشان ابنه، وخطيبته اللي احنا نبقى هنتعرف عليها بعد كده اسمها مرسيديز. قال لك the Fern دي اسم السفينة had sailed from Smyrna. سميرينا ده يا حبايبي اسم مدينة يونانية، اسمها يا شباب سميرينا. لا مش سميرينا بقى، سميرنا. السفينة اسمها سميرنا. then stopped in Naples. Naples اللي هي مدينة نابلس. and he was finally returning to يرجع لتيجي فين يا شباب تاني؟ مارسيا اللي هي مدينة مارسيليا. يبقى احنا كده عرفنا الرحلة يا شباب. أبحرت ذا فيرن اللي هي سفينة الفرعون، أبحرت من سميرنا then stopped in Naples في مدينة نابلس and was finally returning to مارسيا مدينة مارسيليا. On the voyage خلال الرحلة البحرية the ship's captain had fallen gravely ill. مرض الكابتن يا شباب، الكابتن بتاع السفينة مرض شديد، مرض موت أثناء الرحلة. قال لك إدموند يانج and ambitious. إدموند يا حبايبي كان شاب وفي نفس الوقت ambitious معناها طموح. had taken command يا شباب هو اللي تولى المسؤولية. تخيل كده انت شاب عندك 19 سنة وشغال في منصب كويس جدا ان انت واحد من مساعدين الكابتن وانت لسه صغير، وفجأة الكابتن بتاع السفينة مرض شديد اللي هو مرض موت كمان. فالسفينة كلها تحت إمرة مين يا شباب؟ تحت إمرة إدموند. الشاب الصغير ده كان طموح وبقى أصبحت السفينة تحت قيادته. طبعا ده شيء يدعو للإيه؟ للحقد والغل للناس اللي حواليه. للأسف لو قلوبهم مش صافية يبقى هنا هيدعو للحقد والغل. قال لك he navigated storms. يعني ايه navigated يا شباب؟ قاد السفينة، جاء من كلمة navigation. قاد السفينة فين يا شباب؟ في العواصف. negotiated with traders وكمان تفاوض مع التجار. negotiated معناه يتفاوض. and brought the ship safely home ووصل السفينة لبر الأمان لحد الوطن بتاعها with its cargo untouched بالحمولة بتاعتها يا شباب، محدش جه ناحيتها ومحدش لمسها. معناها ان الحمولة وصلت سليمة لدرجة ان كل الناس اندهشت بسبب شجاعته ومهارته. قال لك his skill and bravery impressed everyone on board. شجاعته، مهارته وشجاعته أدهشت وأبهرت كل الناس اللي موجودة على السفينة. قال لك even the old sailors حتى البحارة الكبار في السن، الناس العواجيز الخبرة بقى في البداية قال لك who at first had doubted him شكوا في قدراته يا شباب. قال لك مين العيال الصغير اللي يعرف يوصل السفينة وطنها مرة تانية ويوصل الشحنة لبر الأمان. قال لك now spoke of him with respect بدأوا يتكلموا عن إدموند دانتيز باحترام. As the ship neared the dock بمجرد ما السفينة وصلت المينا يا شباب أو رصيف المينا a small crowd معناها مجموعة صغيرة من الناس، حشد من الناس. gathered to welcome it كانوا مستنين السفينة عشان يرحبوا بيها. merchants التجار، port workers عمال المينا and families وعائلات waited impatiently كان منتظرين بفارغ الصبر. إدموند felt his heart beat faster. قال لك إدموند بمجرد ما السفينة وصلت لرصيف المحطة بدأ ضربات قلبه تزيد. For among the crowd stood the two people who he loved most. ما بين الحشد والناس اللي منتظرين على رصيف المينا علشان السفينة توصل يا شباب كان في انتظاره أعز اتنين لقلبه. مين يا شباب أعز اتنين دول لقلبه؟ هنقول his father باباه اللي رباه وضحى بكل حاجة علشانه. بابا ده كان شغال ايه؟ قال لك كان old man كان رجل عجوز who had given everything for his son ادى كل حاجة لابنه. and مرسيديز دي خطيبته يا شباب the beautiful young woman المرأة الشابة أو الشابة الجميلة who was promised to him كانت يا شباب وعدته بالزواج. يعني كانت مدياله كلمة ان هم ان شاء الله اول ما يكون نفسه هيتجوزوا على طول. The ship anchored معناها رست السفينة. and Edmund gave sharp confident orders. بدأ إدموند يا حبايبي gave sharp confident orders. بدأ إدموند صوته يعلى في السفينة كلها وعمال يدي أوامر قاطعة وكلها ثقة.
قال لهم ايه بقى يا شباب؟ lower the sails، يلا يا شباب نزلوا الايه؟ نزلوا الاشرعه. prepare the ropes، جهزوا الحبال. secure the cargo، وامنوا البضائع او الحموله اللي موجوده معانا. his voice carried across the deck، صوته يا شباب كان في كل حته في السفينه، مالئ السفينه، بيتكلم بثقه. and the sailors obeyed with speed، وكمان البحارة كانوا بيطيعوه بمنتهى السرعة ورد الفعل يا شباب. when the gangplank الخشبة اللي بتتحط على السفينة علشان الناس تبتدي تنزل من عليه، هنسميها الممر الخشبي. gangplank هنسميها الممر الخشبي. لما الممر الخشبي تم إنزاله، إدموند ran down، نزل بسرعة شباب، متلهف بقى. هنقول يعني متلهف، eager to impress his father. eager معناها متلهف انه يحتضن باباه and مرسيدس وخطيبته. his father held him tightly، باباه اخده في حضنه بشدة قوي، وحشه بقى، وباباه كان فخور بيه، ولد صغير وما شاء الله باباه بيفتخر بيه في كل حتة لانه حقق له كل طموحه. his father held him tightly، tears الدموع in his eyes ملأت عينيه. مرسيدس smiled، وخطيبته مرسيدس أو مرسيدس ابتسمت له. her dark hair shining in the sunlight، شعرها الأسود كان بيتلألأ وبيلمع في ضوء الشمس. her eyes full of love، عينيها كانت مليئة بالحب. لمين يا شباب؟ لخطيبها اللي هو إدموند دانتيز. قالت له إدموند، she whispered you are safe، الحمد لله على سلامتك. I prayed for you every day، أنا كنت بدعي لك كل يوم يا بطل. I'm safe، قال لها أنا آمن، أنا في أمان يا حبيبتي. and more than that، وأكتر من كده كمان. I bring good news، أنا جايب لكم أخبار زي الفل معايا. إيه بقى الأخبار يا شباب اللي نقلها لعيلته؟ قال لك the captain has died. طب تفتكر ده خبر حلو؟ هما كده كده معروفش الكابتن، احنا بنقول مصائب قوم عند قوم فوائده. الكابتن لما توفى، but the owner، من الأونر يا حبايبي؟ مسيو موريل، السيد موريل had promised to make me the captain of the pharaoh. طبعا يا حبايبي ده الخبر السعيد، الخبر السعيد اللي قاله لباباه ولخطيبته، ان بعد وفاة الكابتن صاحب السفينة اللي هو مسيو موريل امر ووعد ادموند دانس، قال له يا بطل انت هتبقى الكابتن بتاع ذا فيرو. انت متخيل شاب عنده 19 سنة لسه في مقتبل العمر وبيتحمل مسؤولية سفينة زي سفينة ذا فيرون، ودي كانت من أهم السفن الموجودة في الشركة. At 19 I shall have my own command، في سن 19 سنة أنا اللي هبقى الكابتن وصاحب قيادة السفينة. His father's hands trembled، إيدين بابا بدأت ترتعش as he held him، وهو ماسك فيه. فقال له كابتن ماي son، انت هتبقى الكابتن يا حبيبي. you make me proud، انت خليتني فخور بيك. your mother would have been proud too، امك يا حبيبي لو كانت عايشة كانت زمانها الفرحة مش سايعاها، وكانت زمانها اسعد بني ادمة في الدنيا دي. مرسيدس lowered her eyes modestly، خطيبته مرسيدس يا حبايبي بصت بعينها كده لتحت بتواضع. though joy filled her heart، على الرغم من ان الفرحة كانت بتملأ her heart قلبها. to be the wife of a captain، قعدت تفكر بقى يا نهار ابيض، وانا هبقى زوجة لكابتن، معناها الامن والامان، معناها الشرف والعزة والكرامة. ما كانتش مصدقة نفسها حبايبي. عيل لسه شاب عنده 19 سنة هيتجوز بنوتة وهو الكابتن بتاع سفينة واحدة من أكبر السفن في الشركة. قالت لك ده بعينه الأمن والإيه؟ الأمن والشرف بالنسبة لي. قلنا أمن يا حبايبي معناها security، وشرف أو تكريم معناها honor. She dreamed of a small home، كل أحلامها يا حبايبي مع خطيبها كانت عبارة عن small home، بيت صغير جنب البحر وشوية أطفال بيلعبوا جنب الشاطئ and future bright، ومستقبل مليء بالسعادة. دي كانت كل أحلامها يا أبطال. ميسيو موريل soon appeared، ظهر بقى كصاحب السفينة. a wealthy merchant، كان تاجر ثري with a kind smile، ذو ابتسامة طيبة. طبعا رجل كده وشه بشوش زي ما احنا بنقول. he greeted Edmund، رحب بإدموند بحفاوة and confirmed his promise، وكمان أكد على الوعد بتاعه وقال له ما تنساش يا بطل زي ما وعدتك. you have shown courage، انت أظهرت شجاعة وحكمة.
beyond your years على الرغم من صغر سنك يا بطل. يعني يا حبايبي انت اظهرت شجاعة وحكمة اكبر من سنك، تفوق سنك، تفوق ال 19 سنة اللي انت فيهم. faithfully and you shall rise even higher. لذلك حضرتك هتقود السفينة يا بطل. لو خدمتني بإخلاص كل ما انت هتخدمني اكتر حضرتك هتنتقي او هترتقي لمكانة اعلى. ده الوعد اللي كان ميسيو مولر وعده، وقال له من هنا ورايح خلاص انت هتبقى الكابتن بتاع السفينة، لان انت اظهرت لي شجاعة وحكمة تفوق سنك، وسفينة زفيرون سفينة الفرعون انت اللي هتقودها يا ادموند، ولو خدمتني باخلاص سترتقي لمنزلة ومكانة اعلى. The crowd cheered. كل الناس اللي واقفة قعدت تهتف يا شباب. and Edmund felt as if the whole world celebrated with him. حس كأن العالم كله فرحان له يا شباب. yet ولكن طبعا احنا قلنا لكل ناجح أعداء. while most smiled ولكن على الرغم من ان المعظم ابتسم not every face was full of joy. مش كل الوشوش اللي كانت واقفة كانت مليئة بالايه؟ بالسعادة والفرحة والابتسامة. ليه؟ كانت في ناس هناك يا شباب بتخفي ورا الابتسامة دي حقد وغل جواها. قال لك hidden among the crowd was Fernand Mondigo. ده واحد كان من ضمن الناس اللي كان جواها غل وحقد ناحية مين يا شباب؟ ناحية إدموند دانتيز، وهنعرف ليه دلوقتي. فنقرأ الجملة دي تاني. قال لك not every face was full of joy. ليست جميع الوجوه كانت مليئة بالفرحة. hidden among the crowd was Fernand Mondigo. ما بين كل الوشوش كان مستخبي واحد اسمه فرناند مونديجو، صياد من كاتالونيا يا شباب، كان شغال صياد. a fisherman from Catalonia. he stood silently. كان واقف ساكت. his fist clenched. شايف كده ايديه عاملة ازاي؟ بص في الصورة، قابض على كف ايده كده. his eyes burning with jealousy. عينه كانت بتحترق، عينه مليانة ايه يا شباب؟ مليانة غيرة، هتولع من الغيرة اللي جواه. for Fernand loved Mercedes too. طب ايه سبب الغيرة بقى يا بطل؟ عرفنا كده ان فرناند مونديجو ده يا حبايبي كان بيحب مرسيديز، كان بيحب خطيبة ادموند. فمن هنا بدأ الغل والحقد. قال لك يعني مش كفاية ابن المحظوظة ان هي وقع اختيارها عليه، مش كفاية ان مرسيدس بتحبه، مش كفاية انه عنده 19 سنة واصبح كابتن لاكبر سفينة في البلد. فالغل قاد واشتعل جوه مين؟ فرناند يا شباب. عرفنا احنا كده السبب. he had long dreamed of marrying her. كان بيحلم طول عمره انه يتزوج منها. but she had chosen Edmund. بس هي طبعا وقع اختيارها على مين؟ على إدموند. كان شاب نقي عنده طموح. and Fernand's heart was filled with anger and envy. قلبه كان مليء بالغل والحقد والغضب ناحية مين يا شباب؟ ناحية إدموند. another man danglers the ship's purser. ship's purser يا حبايبي ممكن نقول عليها زي كده أمين الصندوق، اللي هو وزير المالية يعني بتاع المين؟ بتاع السفينة، المسؤول المالي بتاع السفينة. also looked at Edmund with bitterness. بصله بإيه؟ بمرارة، بحرقة. during the voyage أثناء الرحلة Edmund had been promoted above him. لأن أثناء الرحلة يا شباب اللي حصل إن إدموند تم ترقيته في مكانة أعلى منه رغم صغر سنه. فالغل ملاه. الغل ملاه ليه؟ قاعد يقول لك وانا اخد اوامر من عيل صغير. يبقى دانجلرز ده الغل كان مليه لانه كان هيبتدي ياخد اوامر من عيل اصغر منه في السن، مع انه كان المفروض هو اللي يكون في المكانه والمنزله دي. قالك couldn't forgive this humiliation. humiliation معناها الذل والمهانه. هو بالنسبة له ان عيل يكون عنده 19 سنة ياخد مكانة اعلى منه، دي كانت بالنسبة له humiliation معناها مهانة وذل. to see a 19-year-old boy given the command of the pharaoh. لما يشوف عيل عنده 19 سنة هو اللي واخد امرة السفينة، اكبر سفينة اللي احنا سميناها the pharaoh. قال لك was for him. ده بالنسبة له كانت an insult، بالنسبة له كانت اهانة. his lips curled. شفايفه curled into a thin smile.
كانت ايه يا شباب؟ بتمثل كده ابتسامة خفيفة وهو عمال بيتمتم بالكلام ما بينه وما بين نفسه. قال لك كابتن دانتيز كابتن دانتيز وبيضحك we shall see how long that lasts. هنشوف الموضوع ده كده ان شاء الله، والوضع ده هيستمر لامتى وهيدوم لحد امتى. قال لك aware of the hatred growing around him. صاحبنا بقى دانتيز، ادموند دانتيز يا شباب، فرحان بالمكانة اللي وصلها، بس اللي وصل لها، بس للأسف ما كانش واخد باله وما كانش على دراية بالكراهية اللي عمال بتزيد حواليه من كل حتة. ادموند walked proudly through the streets. كان ماشي بفخر وعزة في الشوارع بتاعت مارسيا اللي هي مدينة مارسيليا with his father and Mercedes، ومع باباه وخطيبته as his side، الاتنين ماشيين إلى جوار. They visited his father's small house. راحوا في زيارة لمنزل باباه الصغير. where Edmund discovered، لما وصل للبيت يا شباب حاجة حصلت كده كسرت قلبه. اكتشف ايه؟ قال لك a painful truth، حقيقة موجعة ومؤلمة بالنسبة له. ايه اللي حصل؟ قال لك his father had lived in poverty. باباه كان عايش في فقر while he was away، أثناء ما هو كان مسافر في رحلته على سفينة الفيرون يا شباب. طب ايه السبب؟ ان صاحبنا ده الولد الصغير ده out of duty، للأسف بدافع الواجب، the old man had repaid a debt of money that Edmund owed to a neighbor. صاحبنا ده قبل ما يركب البحر ويسافر على السفينة كان للأسف يا شباب مديون لواحد، فصاحب الدين راح لباباه وطلب منه الدين. مين اللي هيسد؟ باباه اللي سد الدين، لدرجة ان هو ما سابش اي حاجة لباباه حتى علشان يأكلها. Edmund was heartbroken. Edmund يا حبايبي قلبه اتكسر، كان حزين جدا. but he quickly gave his father all the wages he had earned. ادى لباباه كل الفلوس اللي كسبها في رحلته ده يا شباب، وقال له اسمع يا حاج from now on، من هنا ورايح you will want for nothing، لن تحتاج أي شيء. he promised، وعد باباه قال له لن ينقصك أي شيء يا حاج من هنا ورايح. The evening brought more joy. المساء جلب مزيد من السعادة. اشمعنى؟ Edmund and Mercedes walked along the shore. كانوا ماشيين كده انجاجية شباب بيتمشوا على الشاطئ. Speaking of their future، بيتكلموا عن مستقبلهم. The sea breeze، نسيم البحر، touched their faces، كان بيلمس وشوشهم. And the horizon seemed to promise endless possibilities، والدنيا كانت فاتحة لهم دراعاتهم، والاتنين يا شباب قاعدين بيتأملوا اللي ممكن يحصل بعد كده يا شباب. طبعا كل واحد فيهم عمال بيقول للتاني أحلامه. هما ماشيين على الشط، قلنا نسيم البحر ضرب في وشهم، والدنيا كأنها كده فاتحة لها دراعاتهم لاحتمالات لا حصر لها، وعمالين بيخططوا للزواج في أقرب وقت ممكن. بيقول لها يلا بقى نتجوز على طول. They planned to marry as soon as possible. Mercedes leaned on Edmund's arm. تعال بقى حتة مصري هنا يا شباب. ايه بقى يا أبطال الحتة المصري؟ طبعا احنا عندنا هنا في مصر لما نقعد نضحك مع بعض كعيلة ونقعد نضحك كتير مرة واثنين وثلاثة، كلنا بعيننا بتدمع ونقول خير اللهم اجعله خير، وكأننا يا حبايبي الحزن اتكتب علينا. طبعا دي حتة مصر كده من مرسيدس، وطت عليه وقالت له، همست له I wish this happiness could last forever. I wish this happiness could last forever. أتمنى إن السعادة دي تدوم. فالتاني رد عليه وقال لها it will، إن شاء الله هتدوم. وكان بيتكلم بيها يا شباب بثقة. nothing can take it from us، مفيش أي حاجة تقدر تاخدها مننا، تاخد السعادة مننا. but fate had another plans، ولكن للقدر رأي آخر وترتيبات أخرى يا شباب. قال لك while Edmund celebrated، أثناء ما كان إدموند بيحتفل يا شباب، دانجلرز اند فيرناند، الاثنين الاعداء بقى اللي كانوا حاقدين عليه، الاثنين الصفر اللي كان الغل ماليهم. واحد اللي هو دانجلرز يا شباب كان متضايق ان ازاي عيل عنده 19 سنة هاخد منه اوامر. وفيرناند يا شباب الغل كان واخده لان مرسيدس كانت مختارة ادموند كخطيب ليها، وهو كان نفسه يتجوزها بس هي ادته سكة وقلشته. and Ferdinand met secretly in a dark tavern. تافرن يا حبايبي، تافرن معناها حانة مظلمة زي خمارة كده. زي spoke in low voices، عمالين يهمسوا بيتكلموا كده علشان يعملوا مكيدة لمين؟ لصاحبنا. their words heavy with malice، كلماتهم يا شباب كانت كلها حقد وغل على مين؟ على الشاب الصغير اللي قدر يحقق
أول خطوة في النجاح. كلماتهم كانت مليئة with malice، قلنا حقد يا شباب. Edmund has everything Ferdinand hissed. تاني قاعد يهمس قال له اسمع، إدموند كده سيطر على كل حاجة. مرسيديز حصل على المزة بتاعتي. سكسس النجاح. ذا كابتنسي وكمان أخد الإيه؟ الكابتنة. while I أنا اللي حبيتها من وأنا عيل صغير. am left with nothing هطلع كده من المولد بلا حمص. بيتكلم بكلمات كلها حقد وغل على مين يا شباب؟ على إدموند. تاني دانجلرز بقى عمال كمان ينعي حظه. قال لك وانا should be purser، انا يا بطل المفروض المسؤول المالي على السفينه. second only to the captain، تاني راس بعد الكابتن. instead this boy takes the command and enforces to serve under him. قال له انا المفروض اكون امين الصندوق ثانيا بعد القائد، تاني واحد بعد القائد. بدلا من ذلك بدل ما تولى انا القياده، حته العيل الصغير ده هيجي هو هنا يتحكم فيا وانا كمان مجبر على خدمته. مش مصدق طبعا، مش مصدق. فالتاني قال له his good fortune is unsufferable. بالظبط كده زي ما بنقول ما بيننا وما بين بعض يا حبايبي، يا ابن المحظوظه، يا ابن المحظوظه. دي بالظبط كده يا حبايبي كأننا بنقول يا ابن الايه؟ يا ابن المحظوظه. الحظ بتاعه يا حبايبي ملوش نهاية. The two men drank coffee. الاتنين رجالة شربوا 2 قهوة وعينيهم كانت مليئة بالكراهية. It was then that Dangler suggested a plan. تعال بقى نشوف الشرير ده هيعمل مكيدة ضد إدموند، وحط خطة وبدأ يقول What if Edmund were accused of being a traitor؟ إيه رأيك ما تيجي نتهم الواد إدموند ده بالخيانة العظمى؟ What if someone wrote a letter؟ إيه يعني اللي هيحصل لو واحد كتب جواب للسلطات بيدعي فيه claiming he carries message from Napoleon's supporters؟ بيحصل أو بيتلقى جوابات أو بيحمل جوابات من مؤيدين نابليون يا شباب، لا نابليونز. طيب هو نابليون هنا في الوقت ده كان اتنفى خارج البلاد يا شباب، اتنفى ماشي، بس طبعا ان اسمك اتحط في جملة مفيدة مع نابليون او الداعمين ليه كان فيها طير رقبة، فيها اعدام او سجن مؤبد. فرناند ايز lit with cruel hope. عينيه طبعا يا حبايبي اتملأت بالشر. ليه؟ كان طبعا عايز يخلص منه علشان يتجوزها. يبقى هنا عينه اتملت بالامل القاسي، مش اي امل، ده امل هيطير احلام وطموح مين؟ ادموند. if he is arrested، لو تم القاء القبض عليه he will lose Mercedes. كل واحد يا حبايبي بيغني على ليلى، وقال لك لو خلاص اتقبض عليه خلاص هيخسر مين؟ مرسيدس خطيبته. she will be mine، هتبقى خلاص بتاعتي. فدانجلرز قال له بالظبط كده يا كبير، هتبقى بتاعتك. and I shall have my revenge، وانا كده خلاص هكون خدت بالطار بتاعي. he will never be captain if he is in prison، وخلاص مش هيبقى الكابتن لو هو في السجن. that night with careful handwriting. قعدوا يا حبايبي في الليلة دي بقى جابوا الكلام كده يا بطل وقعدوا يكتبهم بخط دقيق، careful handwriting. دينجلرز composed a letter. دينجلرز يا حبايبي ألف كتاب اتهم فيه إدموند بإيه؟ of carrying a secret letter from Napoleon Bonaparte to his followers in Paris. كأنه بينقل جوابات لمؤيدين أو أتباع نابليون بونابرت في باريس. The accusation was false. طبعا الاتهام ده يا حبايبي كان اتهام باطل، لأن إدموند دانتس يا شباب ما كانش له في القصة دي خالص. But it was dangerous. بس كان اتهام خطير. The government filled Napoleon who had been exiled يعني تم نفيه خارج البلاد. but still had many loyal supporters. بس للأسف كان لسه مازال له شباب بعض الداعمين أو المخلصين المؤيدين ليه. to be suspected of helping him. وكونك تتهم بمساعدته with enough to destroy a man's life كان اتهام كافي يدمر حياة أي بني آدم. when the letter was finished لما تم الانتهاء من الخطاب Ferdinand delivered it to the local prosecutor معناها المدعي العام أو المحلي اللي هو زي المحامي العام كده. with that single act بهذا الفعل الوحيد Edmund's future was poisoned. مستقبل إدموند تتعرض للتشويه. poisoned هنا تسمم معناها ان تشوه. The next day Edmund's friends gathered for his
betrothal feast، الوليمة بتاعة الخطوبة بتاعته. betrothal يعني خطوبة. laughter filled the air، الضحك كان مالي المكان. music played أو مالي الهواء، الموسيقى كانت بتتلعب. the tables were heavy with food and drinks، الترابيزات كانت معدة بالطعام والمشاريب. Mercedes wore a simple white dress، كانت لابسة فستان أبيض رقيق بسيط. her face glowing with happiness، وشها كان بيلمع من السعادة. cheers answered him and for a moment it seemed perfect، كل حاجة حواليهم كانت تبدو على ما يرام يا شباب. بنوتة واقفة عيني لابسة الفستان الأبيض الجميل، أصحابه بيحتفلوا بيه، والوجوه كانت بتشع سعادة، والجميع كان بيهتف. وفي لحظة يا شباب الدنيا هتتقلب رأسا على عقب، هنشوف إيه اللي هيحصل. But outside in the shadows، في الخارج بقى بعيد عن البيت يا شباب، بعيد إيه اللي كان بيحصل في الظلال. soldiers approached، الجنود كانوا بيقتربوا. at the height of the celebration، وفي قمة الاحتفال زي ما احنا بنقول كده في عزه بقى، في ذروة الاحتفال. the door opened، الباب اتفتح and the officer entered with cold authority، الباب الموظف دخل بسلطة باردة يا شباب. قال لك إدموند دانس، نادى إدموند دانتيز، ها he asked، فالتاني قال له يس أنا إدموند. بس إدموند كان مستغرب، أنا ما عملتش حاجة. قال له you are under arrest by order of the king's prosecutor، قال له حضرتك مطلوب القبض عليك يا معلم بأمر من المدعي العام للملك. طبعا خبر صادم، الدنيا كلها سكتت. The room fell silent. مرسيدس gasped، شهقت كده حبقت، يا نهار أبيض. إدموند's father trembled، أبوه بدأ يترعش يرتجف. and Edmund himself stood frozen with shock، إدموند نفسه اتجمد مكانه من الصدمة، ما كانش عارف يعمل إيه ولا يقول إيه. he had done nothing wrong، لم يرتكب شيء خطأ. yet strong hands، ولكن إيه اللي حصل؟ ومع ذلك يا شباب إيه اللي حصل؟ أمسكت بيه أيادي قوية واقتادته بعيدا، جروه بعيد، أخدوه مسكوه بعنف and led him away. The feast ended in confusion، الوليمة يا شباب والاحتفال انتهى بحالة ارتباك وحزن. مرسيدس cried out، قعدت تبكي وتصرخ وتقول there must be a mistake، أكيد في حاجة غلط. Edmund is innocent، Edmund بريء. but her words were useless، الكلام اللي قعدت تقوله ما كانش ليه أي داعي يا شباب، ولا كان له أي فايدة خالص. The trap، القوات had closed، أحكمت الفخ and Edmund's bright future was already slipping into darkness. اللي حصل يا شباب إن أحكم الفخ على إدموند، ومستقبل إدموند المشرق أصبح ينزلق في الظلام، والموضوع هنشوف إيه اللي يحصل بيه بعد كده. وكده يا شباب إحنا عرفنا الأحداث بتاعة الفصل الأول، وعرفنا إزاي الحقد والغل بيؤدي للدمار وضياع مستقبل بني آدمين. بعد كده هنعرف اللي هيحصل لإدموند في السجن، وإزاي حياته هتتغير رأسا على عقب، وإزاي لما يخرج هنتقم من الناس اللي أذوه.